الملف الطبي الواحد. دينامية إصلاحية كبرى يأتي في قلبها المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأطلق عليه اسم جلالته الكريم، وذلك اعتبارا للمكانة الخاصة التي يوليها جلالة الملك نصره الله للقطاع الصحي وللعاملين به. فالمركز اختار نهج طريق التميز العملياتي ليكون بذلك رافعة للمنظومة الصحية الجهوية وخدمة المرضى والمرتفقين وجل الساكنة وكذلك الطلبة المتدربين وفقا لمهامه المقررة استنادا للقانون المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية. فالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة جوهرة المراكز الاستشفائية بعمارته المتفردة التي تجمع بين ما هو مغربي أصيل وعصري ومطابقته لأعلى مواصفات الجودة البيئية. تم إنجاز هذا المركز على يد كفاءات مغربية خالصة وإدارة مفوضة للمشروع من طرف الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، ورصدت له استثمارات تفوق قيمتها 2.4 مليار درهم ممولة من ميزانية الدولة والصندوق القطري للتنمية. فهذه البنية الاستشفائية تعد من الجيل الجديد بطابعها العصري من خلال هندستها وجودة العلاجات التي تقدمها وإدماجها لتكنولوجيات دقيقة ومتطورة. فالمستشفى الرقمي الذي جهز به المركز يساهم في دمج المنظومة المعلوماتية الاستشفائية، محورها تقديم أفضل خدمات الرعاية للمريض بدءا من وضع الملف الطبي الموحد للمريض، وهو نظام اطلع على خصوصيات جلالة